الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل تليجرام كريدنشال. هنيجي هنا ندور على التليجرام triggers on message، وهلاقي هنا ان هو جايب لي الكريدنشالز اللي انا اوريدي عاملاها. انا عايزه اعمل واحد جديد، فاقول له create new credentials. المفروض ان احنا مش عارفين هنعمل credentials دي ازاي، فهنفتح الدوكيومنتس بتاعت N8N. هلاقي ان هو بيقول لي الاول معلومات عن التليجرام credentials ان انا اقدر استخدمها في التليجرام نوتس اللي هي بتاعت السندنج والتليجرام تريجر، والprerequisites ان انا يكون اصلا عندي تليجرام اكاونت. فاحنا المفروض عندنا يعني تليجرام اكاونت، فانا يعني مش هشرح البوينت دي. انا هشرح على طول ان احنا ازاي هنعمل الاكسس توكن. في الاكسس توكن عشان اعمله هستارت شات مع حاجة اسمها ذا بوت فازر. هادوس على اللينك هيفتح لي تليجرام لينك، أو ممكن لو أنا عندي تليجرام ديسكتوب المفروض إن هو هيفتحه على طول. هنا عشان أنا عندي قاعدة فتحه، وبعدين هرجع هنا هلاقيه بيقول لي بقية الحاجات، بيقول لي أكتب الكوماند اللي اسمه نيو بوت، وبيقول لي إن البوت فازر هيسأل عن نيم ويوزر نيم للبوت، واليوزر نيم ده ليه شروط. آه، أولا النيم هو اللي هيبقى ظاهر للشخص اللي بيكلمني، واليوزر نيم ده شورت نيم بيستخدم في السيرش والمنشنز، ولازم ليه شوية جايد لاينز كده معينة، زي ان هو لازم يكون عدد الحروف بتاعته من 5 ل32، وان هو المفروض ينتهي بكلمة بوت. دي امثلة يعني، يا اما يبقى فيه مثلا اندرسكور، يا اما تبقى الكلمة لازقة ببعض كده بس اخرها يعني كلمة بوت، وإيه ما نقدرش نغيره بعد كده. فهنرجع تاني للتليجرام، وهكتب الكوماند اللي انا اخدت كوبي بيست. هلاقيه بيسألني ان انا اختار نيم، فمثلا هقول هدير N8N2. فلو الاسم تمام هيقول لي طب اختار يوزر نيم بقى. خد، وهقول له هو ده، بس حط لي في اخره كلمة. فهو عمله، ياخد الاكسس توكن بتاعي، وهرجع تاني للورك فلو، احط الاكسس توكن، وهسمي ده اسم معبر مثلا هدير N8N2، وهعمل سيف. كده قال لي خلاص created successfully، وانا مختارها من هنا، فهو كده دي created. هو هنا اداني اللينك بتاع البوت، فانا اقدر ادخل ابعت مسج للبوت. هاي، فهلاقي انه هنا triggered، وجاب لي المسج اللي انا بعتها. هي اول تكست اتبعت كانت الستارت اللي هي اتبعتت في الكوماند لما قلت له ستارت. هاي دي هو مشافهاش، فممكن لو عملت execute step بعت تاني، دي المسج التانية اللي أنا بعتها. طيب برضو عشان نشوف سريعا كده، احنا هنعمل حاجة بسيطة جدا، هي مش عملية خالص، هي ان انا يعني هبعت تاني نفس المسج دي لنفس البوت. فهقول له مثلا send the message، وهختار نفس الحاجة وهقول له ابعتها للشات اي دي ده، وابعت نفس التكست اللي هو اتبعت. هقول له execute، فلو بعت هاي هلاقيه بيقول لي هاي زيها. لو قلت how are you هلاقيه بيرد، بس برضه لازم اعمل execute للورك فلو لان مش عامله له publish، فانا لازم ابقى باكسكيوت manually. ولما بيكون بيتexecute manually في التستنج انا لاحظت كده في كذا ورك فلو ان هو ساعات بيوقع events، يعني مش كل حاجه بتتبعت ممكن يعمل لها trigger. آه كده تمام، بس ناقص حاجه واحده ملهاش علاقه بالcredentials. احنا بنلاحظ ان هو في كل حاجه بيرد عليها بيكتب ان هي sent by N8N، فبختار البروبابيلتي دي وبقول له إن هي عايزاها disable. فكده لو عملت هنا تاني طيب ألاقيه رد عليا من غير ما يبقى. طبعا ده مش application أصلا ولا أي حاجة، هو بس أنا
بنجرّب إن إحنا نشغّل الcredentials على النود بتاع الtrigger أو على النود بتاعة send. حاجة كده سريعة hint يعني، لو جينا مثلًا واخترنا هنا credentials تانية وجيت أعمل execute وقُلت له hi هل هيرُد عليَّ؟ أكيد لأ. هو workflow executed بس هو أصلًا مش هيرُد عليَّ خالص. ليه؟ لإن أنا أصلًا مختارة credentials تانية خالص، فهو أصلًا مش عارف يaccess الchat ده فمش هيرُد. طيب لو رجّعت دي وعملت هنا تاني وقُلت له hi هالاقيه بيرُد عليَّ عادي. كده نبقى عملنا credentials للتليجرام note وهنستخدمها إن شاء الله في فيديوهات تانية إن إحنا بقى نعمل workflows يعني related بالتليجرام، سواء إن إحنا نبعت messages أو نعمل triggers أو يبقى حد باعت لنا file فننزّله ونعمل أي processing عليه. شكرًا ليكم، أشوفكم في فيديو تاني بإذن الله.